يقتل المسلمون يخترقون موقع بنك إسرائيل. قالت هذه سابقة تشكل اختراقا أمنيا كبيرا للسيرفر الرئيسي لبنك إسرائيل المركزي، وهي المرة الأولى التي تكون الشبكة الوطنية للمعلومات على الانترنت ضحية هذه الممارسة. القراصنة حذفوا مناقصات بنك إسرائيل التي تم نشرها على موقع الانترنت في أكتوبر الماضي. الناطق باسم بنك إسرائيل يوسي سعدون قال بأن الضرر يجري التعامل معه، داعيا الجمهور الإسرائيلي عدم القلق من مصير أموالهم. استنفار في غرفة تحرير MBC لمعرفة مصدر القراصنة وهوية المحاربين الإلكترونيين قادتنا إلى مراسلتهم بالبريد الإلكتروني لكن دون رد، إلى أن استقر البحث عن كشف اللثام عن هذه المجموعة التي تسمي نفسها بديزا تيم، ومن خلال الرمز عرفنا بأنهم جزائريون. صحيفة الخبر الجزائرية قالت إن القراصنة الجزائريون استطاعوا اختراق حوالي 950 موقعا في الخارج، منها 10 مواقع إسرائيلية، ومن بينها أيضا موقع يساند زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو. أما ما خلفه القراصنة على موقع بنك إسرائيل أيضا هو هذه الرسالة التي نشرتها صحيفة يدعوت أحرنوت. هناك قراصنة اللي كما يسموهم الهيكرز، أو هي نوع من الإجرام الغير مهيكل إذا صح التعبير، هو اللي يدخل فيه الهيكرز أو كما نقولوا الهواة تاع الإعلام الآلي. انتقلنا إلى عين المكان في الجزائر العاصمة محاولين الحصول على مصدر يدلنا على هؤلاء الشباب، فوجدنا محلات الانترنت التي هي أشبه ما تكون بدكاكين صغيرة تدير حلقات من التحالفات المعقدة مع قراصنة العالم. ترونشون هو برنامج يتم فيه قرصنة الحواسيب الأخرى مثل حواسيب البنك وحواسيب مؤسسات الكبرى. قراصنة يسيحون في أرض بلا أسوار، سلاحهم كمبيوتر وانترنت، وصواريخهم قد تكون أبلغ وأنكى من صواريخ غزة.